السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابعين الأوفياء لقناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. بإقليم زاكورا تسجيل تساقطات مطرية غزيرة ومهمة. سجل إقليم زاكورا تساقطات مطرية غزيرة مساء يومه السبت، مما أدى إلى إنعاش الفرشة المائية في المنطقة نتيجة حمولة غير مسبوقة للأودية والشعاب، وهو ما تسبب في بعض الاضطرابات في حركة السير والمرور. وأفادت مصادر محلية أن عددا من الجماعات الترابية بالإقليم سجلت كميات كبيرة من الأمطار، الأمر الذي بشر بتحسن ملحوظ في المخزون المائي للمنطقة التي عانت سنوات من الجفاف وندرة المياه. وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذه التساقطات، فقد تسببت في ارتباك حركة السير في بعض المحاور الطرقية الرئيسية بالإقليم، فيما استنفر السيد عامل الإقليم جميع المصالح المختصة والسلطات المحلية للتعامل مع الوضع. وكشف مصدر مسؤول أن الجهات المعنية قامت بتعليمات من السلطة الإقليمية بتسخير الآليات اللازمة لفتح المحاور الطرقية المتضررة وضمان سلامة حركة المرور، مؤكدا أن السلطات تعمل على الاطمئنان على المواطنين في المناطق الأكثر تأثرا بالأمطار. من جانبهم عبر سكان عدد من الجماعات الترابية في تصريحات متطابقة عن ارتياحهم لهطول هذه الأمطار، آملين أن تساهم في تحسين الوضع المائي وتنشيط القطاع الزراعي في الإقليم بعد عقد من الجفاف. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية توقعت استمرار التساقطات المطرية في المنطقة خلال الساعات القادمة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلطات المحلية من أجل سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وبخصوص مقاييس الأمطار المسجلة خلال الساعات الماضية بإقليم زاكورا، كشفت معطيات رسمية حصلت عليها بعض المواقع الإلكترونية أن منطقة تاغونيت سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة 78 ملم، فيما سجلت بمنطقة محامية الغزلان 26 ملم، وبمنطقة أقدس 7 ملم في أقل من 24 ساعة الأخيرة. كما سجلت 5 ملم بمنطقة تزارين خلال 12 ساعة الماضية، و3 ملم بزاكور المدينة، ومليمترين ونصف بتنسيفت، ومليمتران بتمزموت، ومليمتر واحد بجماعة بني زولي.